حاب يعتبر عجز الموازنة العامة في مصر من الأمراض المزمنة في إعداد الموازنة، وإن تزايد هذا العجز بيترتب عليه من الكثير من الأضرار التضخمية المتمثلة في السلع والخدمات، فضلا طبعا عن تراجع قيمة الجنيه المصري. أعتقد آن الأوان للنظر في هذا الموضوع بجدية وإيجاد حلول عاجلة لحل عجز الموازنة العامة. ده اللي هيكون محور نقاش النهارده مع ضيف الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي العالمي. برحب بك يا دكتور، مشرفنا يا فندم. اهلا بيك. اهلا بك يا فندم. في البدايه كيف ترى قيمه الموازنه العامه في مصر والاقتصاد القومي؟ طيب نقول الموازنه العامه ايه هي باختصار شديد. موازنه عامه يعني انا بحط خطه ليا انفاقاتي وايراداتي المتوقعه خلال السنه القادمه. جميل. ببدا من 1/7 هنقول الموازنه الجديده دي من 1/7/2014 ل 30/6/2015. جميل. ايراداتي المتوقع ان انا اخدها قد ايه وانفاقاتي المتوقع ان انا اصرفها قد ايه. نعم. الفرق بينهم لو طلع بالزياده يبقى انا عندي فائض، ده تبقى حاجه محموده جدا. طلع الاثنين قد بعض نشكر ربنا ونقول الحمد لله. طلع في عجز نبتدي نحله. تمام. احنا بنقول ان الانفاقات خلال الفتره القادمه المتوقعه 802 مليار، نقول 800 مليار. تمام. الايرادات المتوقع ان انا اجيبها 530 مليار، نقول 500. يبقى في عجز في حدود ال 300 مليار جنيه متواجدين. دي الموازنه اللي هي بتتعرض على رئيس الدوله، لو وافق عليها هو المفروض تتعرض على مجلس الشعب، حيث ان مجلس الشعب مش موجود ورئيس الدوله معاه السلطه التشريعيه تتعرض عليها. لو مضى عليها رئيس الدوله في الحاله بتاعتنا او مجلس الشعب عاده يبقى بقت قانون يتم وضعها، الناس ما تقدرش تخرج عليها. جميل. طيب يمكن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض الموازنه العامه الجديد يفتح كثير من التساؤلات. اول حاجه سبب عدم قبوله لهذه الموازنه، والعجز ده سببه يا فندم؟ تمام. العجز بتاعنا كتير، وصل يعد 13% من الناتج المحلي. جميل. يعني ايه قيمه العجز ب 300 مليار دولت او 304 مليار يمثل 13% من الناتج المحلي. طب النسبه المثلى في العالم ايه؟ من 3 ل 4%. فانت كده بتحمل الاجيال القادمه بدين. السؤال بقى العجز عندي المبلغ ده 300 مليار، انا كدوله اجيبهم منين؟ ما انا في انفاقات لازم اعملها. عندي سعادتك في البيت موازنه انفاقات لازم تعملها اول السنه. اودي العيال مدارس ادفع المصاريف، اقدر اتهرب من ده؟ لا طبعا. ما اقدرش. طب كويس. ايجار البيت اقدر اتهرب منه؟ طبعا. لازم ادفعه، مش كده؟ طيب والله انا جايب للعيال الهدوم اروح عشان يروح المدرسه، ما مش هروح عرايا، ما اقدرش اتهرب من الثلاثه دول. اكل وشرب مثلا طوال السنه لا هنقول الحاجات الاساسيه يعني. ما اقدرش اتهرب منها. نعم. احنا عندنا الموازنه بتاعتنا 4 ارباع. الربع الاولاني الدعم 25%. الربع الدعم اللي بتقدمه الدوله على السلع والخدمات، سواء للطاقه او للسلع والخدمات او للصحه او للتعليم وخلافه. ده الربع الدولي في الموازنه الاولاني. الربع الثاني الاجور. انت عندك 6.5 مليون موظف في الدوله، دولت عماله ثابته و562 الف عماله مؤقته. اقدر اجي الصبحيه اقول للاجور باي باي؟ لا طبعا مستحيل. الناس مش كده برضه. طب نقدر. الربع الثالث خدمه الدين، انا عليا مديونيه فاروح ادفع القسط في ميعاده، والا الراجل بتاع القسط يجي يمسك في خناقي، اللي هو يعمل للدوله افلاس سواء دين داخلي او خارجي، مش كده؟ يتفضل ربع بقى الاخراني ده اللي هو في حقيقه الامر 23% اللي بصرف منه جميع الانفاقات والصحه والتعليم والشرطه ورئاسه الدوله والطرق والمباني والاستثمارات ووزاره الزراعه عاوزه فلوس كل الليله دي بال 24%. طب دي تنفع تبقى موازنه؟ لا طبعا. تنفع تبقى موازنه؟ لا طبعا ما تنفعش. طب اقلل من مين؟ اجي على الاجور واقلل؟ الناس ما اقدرش. طيب اجي سيادتك على خدمه الدين واقلل؟ ممكن، وهقول لك ازاي. تمام. اجي على البند الاولاني الدعم واقلل؟ ممكن، واقول لحضرتك ازاي. طيب قبل ما حضرتك تتكلم عن نقطه الدعم، للاسف لما الناس قالوا او سمعوا ان في اخبار سوف يشيلوا بعض الدعم على بعض السلع وبعض الاشياء، ده طبعا اثار كثير من الجدل. طبعا. لو اتكلمنا عن الجزئيه دي، الدعم ازاي ممكن نقلله بحيث ما يسببش عبء على المواطن؟ ممكن يكون السؤال بقى الدعم اساسا يدفع لمين؟ ما هو ده لازم اغير المفهوم بتاعي. انا بدي الاجر، يعني خلينا احنا عندنا مفاهيم خاطئه من 60 70 سنه، مفاهيم خاطئه موجوده. تمام. المفاهيم الخاطئه تقول ايه؟ الاجور انا لازم ازودها. كويس، انا بدي الاجر مقابل ايه؟ العمل، مش كده؟ ده حقيقي. طب لو واحد ما بيعملش ياخد اجر؟ لا. حلو قوي. ادي الحافز مقابل ايه؟
الانجاز اللي هو زياده عن العمل. طيب لما تكون شركه خسرانه بقى لها 10 سنوات ورئيس مجلس الاداره راكب عربيتين مرسيدس وبيصرف لنفسه الحوافز والعمال يقول الحوافز، الكلام ده منطقي ولا غير؟ مش كده؟ يبقى انت كده خدت كأن الحافز ان انا احفز حضرتك. سعادتك بتاخد الراتب مقابل مثلا بتعمل 4 حلقات مثلا. تمام. طب انت عاوز حافز زياده؟ انا بعمل 8 والله. مش 8 كويس. لما نيجي تقول حافز لو عملت 10 تاخد الحافز. طب ال8 اساسا عملت منهم 2 وبتطالب بالحافز، يصلح؟ لا طبعا، ضد المنطق. تمام. يبقى انا لازم الاجر مقابل عمل. نشوف الدعم بقى. الدعم المفروض يروح لمين؟ للفقير. يعني دي فيها اي نوع من انواع العبقريه؟ الدعم يذهب للفقير، فيها حاجه دي؟ لا طبعا. كويس. عدد الفقراء في مصر وفقا للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء 25% من الشعب المصري. تمام. وهنقول الشعب المصري 100 مليون عشان نبقى جايبين كده من بعد الاخر، مش 92 100 لا مليون. لا 100 مليون. تمام. كويس قوي. البنك الدولي قال 32% من الشعب يدور حول خط الفقر. صندوق النقد الدولي قال 35%. انا هقول لحضرتك 50%. جميل. من الشعب المصري ناس تستحق الدعم لانهم يدوروا حول خط الفقر. تمام. كلام محترم قوي. يبقى الدعم وصله لل 50% ولا غلط؟ حلو. لا صح. لما اكون بعمل حضرتك البنزين سايبه في الشارع كده للناس كلها تعدي، السفير الامريكاني يعدي يمون 90، السفير الاسرائيلي يعدي يمون 90، السفير السعودي يمون 90 من عندي. مش الراجل ده بيحصل على الدعم ولا ما بيحصلش؟ لا بيحصل عليه. حلو. اقدر اقول له حاجه؟ لا، ما ده بيمون قانون يعني. وانا عندي توك توك موجود بخش امون بحصل على 90 برضه. يبقى احنا الاثنين بنفس السعر اللي بيحصل عليه بنفس السعر. ده يصلح ولا ليه حل؟ لا ما يصلحش. طب هدي الحل بقى ممكن يكمن. ما انا هقول بس لا ده انا هديك بس الاهدار الاولاني. تمام. انا عندي هنا موجود حضرتك مجموعه من السفارات، 194 سفاره وقنصليه، يعني 194 سفاره قصادهم 200 300 قنصليه موجودين. اصحابهم دولت بياخدوا العيش بيشتروه مني بالسعر لو عاوز يشتري من ابو 5 هيشتري، مش كده؟ هيشتري حضرتك البنزين بالسعر ده. ال 193 سفاره على الاقل فيهم مثلا 160 سفاره فيهم بوتاجاز ما فيهمش الغاز الطبيعي، فبيخش البوتاجاز الانبوبه دي تكلفتها على الدوله 78 جنيه. الدوله بتبيعها ب 8، يبقى تكلفه الانبوبه 70 جنيه. يصلح ان انا ادي للامريكان عندهم 33 انبوبه في قلب السفاره بتاعتهم بتتغير كل 10 ايام، انا اديهم الدعم دوت؟ لا ما يستحقوش. حلو قوي. طيب المسابك عندي، المسابك ما عشان الناس ما تفهمناش غلط، ما يستحقوش بس عشان هم ما يستحقش الدعم لانه هو يعني انا عندي السفاره بتاعتي في امريكا ما بتاخدش دعم بالظبط كده، بس كده خلاص. يبقى من حقنا ان احنا ما نديهمش الدعم هنا. ده المنطق، لان انا بدي الدعم للفقير. هل السفاره الامريكيه فقيره؟ لا طبعا. لو هم فقراء ندي ما فيش مشكله، ان هو مش فقير، مش كده برضه؟ لما يجي المسبك او امينه الطوب موجوده تستهلك 100 انبوبه كل ساعه. عارف 100 انبوبه كل ساعه معناها ايه سعادتك؟ يعني الراجل صاحب المسبك ده خد مني 70 جنيه في الانبوبه، في 100 7000 جنيه كل ساعه. لو اشتغل ورديه واحده في اليوم 8 ساعات يبقى خد 56000 جنيه. يبقى الدوله بتدعم الراجل صاحب مصنع الطوب امينه الطوب ده او صاحب المسبك يومي 56000 جنيه. واجي على صلاح في البيت اللي هو غلبان موظف قاعد دخله الغاز الطبيعي، اغلي الغاز عنده ب 300%. يصلح؟ لا طبعا. يبقى ضد هو ده الكلام اللي بنقول عليه. يبقى في اعاده هيكله لقيمه الدعم. هدي لحضرتك مثل تاني. تمام. طن الاسمنت تكلفته 296 جنيه. يصلح ان انا ابيعه ب 850 جنيه؟ لا طبعا. حلو. بياخد دعم من الدوله الحديد دي اسمها مصانع كثيفه استخدام الطاقه. تمام. حديد واسمنت واسمده وسيراميك والومنيوم. تمام. قيمه الدعم بتاعهم في حدود ال 75 مليار جنيه. طيب لو انا شلت الدعم ده كله بالكامل 75 مليار جنيه، خد بالك ده رقم شلته بالكامل. بس اعمل حاجه اسمها زي دول العالم، حد اقصى لهامش الربح ما يزيدش هامش الربح بتاعه عن 30%. 35% بدل ما يبقى 200 و300%، مش كده؟ طن الاسمنت لن يتجاوز 600 جنيه.
ويبقى الدوله استفادت بال 75 مليار. انا هناقش حضرتك ازاي يتم تطبيق ده يعني يعني دون ان يمس يعني مصالح الاخرين، بس بعد ما اخد الزحمه بن بحيره. السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. تحيات حضرتك يا الزحمه، اتفضل. ازيك؟ الله يكرمك. محمد يوسف معك من البحيره، عايز اتكلم الاستاذ صلاح جودي. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. الله يكرمك ويبارك فيك يا رب. انت نورت القناه الزراعيه. ربنا يخليك يا فندم. ونورت فلاحين مصر كلهم والله باكملهم. ربنا يخليك يا فندم. الا ليه حضرتك وزير الزراعه الجديد بيقول بعد 60 سنه مش هيبقى عندنا ارض زراعيه؟ احنا دلوقتي بيقول ايه معلش؟ تاني معلش عشان مش سامع ديت، بعد اذنك اتفضل. بيقول وزير الزراعه الجديد بيقول بعد 60 سنه مش هيكون عندنا ارض زراعيه. ليه؟ من المباني نظر التعدي على الاراضي الزراعيه من التعدي طبعا. انا فكرت الاحوال المناخيه. 60 سنه تمام. احنا في خلال 60 سنه من المفروض ما يكملش 60 سنه و10 سنين على حسب العلماء اللي هم في مصر. من المفروض من عددتنا من اسرائيل لغايه السلوم دي تكون كلها خضراء وتكون كلها بتزرع. تمام. طيب. وبالنسبه للاستاذ صلاح جوده، انا ليه المصريين بيكرهوا العلماء يا استاذ صلاح؟ المصريين بيكرهوا ليه العلماء؟ بيكرهوا العلماء؟ لا بالعكس، يمكن يا استاذ محمد يعني احنا في امس الحاجه دلوقتي العلماء المصريين يعني. طيب بشكرك جدا استاذ محمد من محافظه بحيره، شكرا ليك يا فندم. طيب نرجع للنقطه الثانيه، فنشوف بقى هيكله الدعم. بالظبط. انا اقدر اوفر من الدعم كان السنه اللي فاتت في الموازنه اللي هتخلص 30/6 ده كان 205 مليار. الموازنه الجديده محطوط له 320 مليار. انا ممكن، هو ده بقى اللي رجع لوزير الماليه قال لنا يا عم ده، فيشوف في الدعم يقدر يشيل قد ايه. هنقول مش هنشيل الصناعات كثيفه استخدام الطاقه مره واحده، نشيل 20%، 30%، 40%، يبقى انت وفرت كذا. طيب صاحب المصنع ممكن ده ياثر عليه ازاي؟ ما هو يقول لك انا ممكن طالما انت بتشيل عني الدعم انا هستغنى عن بعض العماله. طب لا، ما هو بص انا القناه هنا بتعمل على الاقل ب 20 واحد. تمام. يقدر يخلوهم يعملوا 5 بس؟ لا طبعا مستحيل، ضد المنطق. كويس. لما يجي نقول له احنا ايه بقى النهارده، لذلك انا قلت مع حضرتك نعمل حاجه اسمها حد اقصى لهامش الربح، ده قانون في دول العالم زي حد اقصى الاجور كده. مفيش دوله في العالم ماشيه يكسب فيها سلعه 200 و300%. يعني انت عندك سلع غذائيه موجوده في بعض الاجبان والالبان، طالما احنا في منطقه زراعيه بالزبط. موجوده بتكسب 120 و180%. ضد المنطق. السلع الغذائيه انا لفيت نص بلاد العالم. على مستوى العالم كله السلع النسيجيه 20%، الغذائيه 25%، السلع الكهربائيه 120%، 180 في بعض السلع 180 كده. طبعا. الاسمنت بيصل 200 و300%. يعني احنا نقدر نقول الحد الاقصى لهامش الربح ده يساهم في توفير كثير طبعًا. من الموازنه العامه. هيخف، لا غير كده هيسيطر لك على الاسعار والتضخم. يبقى انا لو انا شلت جزء من الدعم موجود، ما انا مش عاوز اشيل جزء من الدعم. يوم الراجل يقول لك انا بغلي السلع يا باشا، ده الدعم زاد اتشال من علينا. فانا اغلي السعر، يبقى المواطن هو اللي بتشوي. لا يا استاذ، هنا بقى احنا عايزين نرجع دوله القانون تاني بقى. خلاص احنا عشنا من يوم الثلاث 25 يناير 2011 لحد النهارده، يعني بتتكلم 1247 يوم، 1248 يوم، صح؟ ما شاء الله. خلصت الليله دي بقى، نرجع بقى تاني دولة قانون تاني. في قانون موجود يعلو ولا يعلى عليه. بالظبط. قانون موجود بيقول لحضرتك اكسب، بس المكاسب يعني هجيب لحضرتك اكبر 5 دول في العالم. امريكا، اليابان، المانيا، انجلترا، فرنسا. في اكبر منهم دول رأسمالية؟ لا. طب في اكبر منهم دول ليبرالية؟ لا. في اكبر منهم دول حامية للرأسمالية؟ لا. عنده حد اقصى لهامش الربح. سنة 2006 كان بيحكم الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الابن، لما لقى السلع الغذائية زادت هناك ل 48% هامش الربح، ودي أمريكا الديمقراطية، ويقول لك لا، وكانوا بيقولوا جورج بوش ده راجل مختل. لا والله، عملها حد أقصى لهامش الربح، القانون رجعه 25%. ساركوزي 2009 لما لقى وصل هناك 60%. خد بالك بيتكلموا برضو على السلع الغذائية، لأنها كل يوم كلنا بنشتري عيش وجبنه وفول وطعميه وبطاط، يعني كلنا بناكل ده، فكلنا مهم قوي دي. رجعها ل 25% وزود بقى حاجه على ده، جميع المصانع والمستوردين يكتب تيكت على السلعه، سعر المصنع قد ايه، تاجر التجزئه قد ايه، المستهلك قد ايه، لحد النهارده.
ممنوع واحد يقترب من ده بقى اللي الكلام خليني ده. اسال حضرتك يا دكتور، هو معلش، ده القانون. الضوابط بقى اللي بتلزم يعني ان احنا نمشي بالسلع او لاقصى حد الهامش في الربح ده، ازاي ممكن الدوله تطبقه وفي نفس الوقت ما يبقاش في جشع من بعض التجار وان هم ينجرفوا عن هذا الموضوع؟ ايه بقى ازاي؟ احنا هناك بقى نشوف، احنا مش عاوزين نفكر كتير ونتعب نفسنا. في ناس هناك فكرت وطبقت وعملت. شوف الناس الخلق اللي عملوا دي هناك عملوا ايه، نعمل زيهم ما فيهاش حاجه ولا غلط. ازاي بقى نعمل زيهم؟ هناك عنده حمايه المستهلك، جهاز حمايه المستهلك بتاع الحكومه، بس في جمعيات حمايه المستهلك من المجتمع المدني. تمام. طب دي بتعمل ايه؟ ليها ضبطيه قضائيه. انت هنا لو انا رحت لجمعيه حمايه المستهلك المصري، انا ما اعرفش كان في جمعيه كده ولا لا، انما جمعيه خارجيه. نشوف الاول جهاز حمايه المستهلك بتاع الحكومه، لو هو الموظف نازل شاف الراجل ده بيبيع سلعه مغشوشه او سلعه ازيد من التسعيره، هل القانون يتيح له انه يعمل محضر للراجل ده؟ لا، يبقى لازم اغير القانون. القانون يقول له ايه؟ صلاح يجي يخبط على الباب، يروح لجهاز حمايه المستهلك، يطلع الدور الاول، الاستاذ فلان بتاع الشكاوي فين كذا، يجي والله فلان الفلاني يا بيه وانا معدي في شارع كذا البيع ده باع السلعه الفلانيه، ينزل او بايظه السلعه، ينزل الراجل معاك فاتوره الاول ولا لا؟ ما معيش، ما يقدرش يكلمه. طب معايا بيان اسعار، ما يبصش في خلقته. طب الراجل ده باع لي بسعر قد، ينزل الموظف معاه او تاني يوم او تالت يوم على ما يروح ويشوف يكون الراجل اساسا شال الشيله بتاعته المشانه ومشي. طيب ده الحكومه، يبقى القانون بتاعها لازم يتعدل. نشوف بقى الراجل اللي هو منظمات مجتمع مدني، هروح له هيطبطب عليا وينزل ويعمل لي واحد قهوه وربنا يخليك، واحنا بنعاني من الكلام ده. احنا نشوف بره عملوا ايه بقى. جهاز حمايه المستهلك والمنظمات المجتمع المدني عنده آلية ضبطيه القضائيه، وعنده آلية ان يتصدى للبائع ويروح يبلغ للنيابه، وعنده اهم من ده كتاب ابيض وكتاب اسود منشور في جميع الاعلام المسموع والمقروء والمرئي والالكتروني. تمام. يبقى في كتاب محطوط فيه الكتاب الاسود صلاح خد حكم عليه بتاع الكلام ده لايه. طب ده اتحط اسمه يعمل بيه ايه؟ واحد، يتم حرمانه من الدعم بالكامل لو بياخد سلع تموينيه هو وعياله. اتنين، يتم حرمانه من دعم التعليم لعياله وزوجته وهو بالكامل. يتم حرمانه من دخول المستشفيات بالكامل اللي هي بتاع الحكومه. يتم حرمانه من الترشح لجميع الانتخابات، النوادي، النقابات، الجمعيات، المجالس المحليه، مجالس الشعب، رئاسه الجمهوريه. يتم حرمانه من الادلاء بصوته هو وعياله في جميع الانتخابات. قول لي انت بالله عليك بقى مين مننا يوافق ان هو وعياله يتحطوا القايمه المهببه دي؟ ده اسمه الردع المجتمعي. طيب الردع المجتمعي. حضرتك الدوله مؤهله لتطبيق ذلك؟ طبعا تطبقه الصبح. هاخد الاجابه من حضرتك والتفاصيل بس بعد الفاصل. بعد الفاصل مشاهدونا انتظرونا. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن قبل الفاصل كنا بنتناقش مع الدكتور صلاح عن كيفيه معالجه نقص الموازنه العامه وايضا معالجه الدعم بحيث لا يؤثر ايضا على محدودي الدخل. يمكن ذكر لنا الكثير من الامثله الدكتور صلاح. دكتور صلاح اهلا بيك مره ثانيه. اهلا بيك يا فندم. حضرتك ذكرت الكثير من الامثله وصراحه يعني امثله اذا تم تطبيقها اعتقد سيساهم بشكل كبير جدا في حل نقص الموازنه العامه. بالظبط، ونقص فجوه الانفاق. سالت حضرتك قبل الفاصل هل الدوله مؤهله لتطبيق الامثله اللي حضرتك قلتها يا فندم؟ اكيد طبعا. ازاي بقى ممكن اقول لحضرتك مصر كان يحتاجها حاجتين. احنا تملي وعندنا مشاكل وبتاع الكلام ده كلام فارغ. مصر كانت محتاجه حاجتين اتنين. ضلع واحد احنا حققناه من المطلبين. احنا كنا محتاجين اراده سياسيه قويه واداره رشيده للموارد. اصبح عندك اراده سياسيه، عاوزين بقى الاداره الرشيده للموارد اللي موجوده. هدي لحضرتك مجموعه امثله تاني اقدر ازود بيها الايرادات بتاعتي. اتفضل. مصر اول ايراد او اهم ايراد موجود في مصر هنا ايراد الضرايب. في الموازنه العامه اللي فاتت دي اللي هتنتهي في 30/6 كمان كام يوم، كان الايراد المتوقع 356 مليار جنيه ضرايب اللي جه منه 300 مليار او 300 الا حته، نقول ماشي كويس. مصر ليها متاخرات ضريبيه عند الناس. متاخر ضريبي يعني ايه؟ يعني انت جيت وانا حاسبتك وتمام وطلع عليك المبلغ ده وانت تقاعست في سداده 65 مليار جنيه. طب تيجي تلمهم من الناس يقول لك يا بيه والدنيا والسوق وانت شايف ومفيش سيوله. نغير كلمه واحده في القانون ندخل الصبح للدوله 60 مليار جنيه على الاقل. كلمه واحده، تخيل نضيف كلمه واحده على القانون. ايه هي الكلمه السحريه دي؟ القانون بيقول في الماده 39 تسدد الضريبه نقدا. نكتب وعينا.
الشركات اللي موجوده اخد الحكومه وزاره الماليه تاخد منها جزء من الاسهم بتاعتها. هيجي يقول لي يا عم عندك فلوس؟ لا والله ما عندناش. طب في بضاعه نقدر ناخدها من عند حضرتك وننزلها في منافذنا؟ لا والله ما عنديش بضاعه، دي بضاعه علي ومحمدين وبضاعه امانه عني. طب كويس، طب انت عندك الشركه دي بتاعتك، احنا مقيمينها في التاريخ ده، ناخد جزء من الاسهم. ما تقدرش تقول الشركه مش بتاعتي. صح؟ يبقى الصبحيه عند الدوله محفظه فيها على الاقل 60 مليار جنيه. 60 مليار جنيه دولت لما تيجي الدوله تطرحهم في البورصه يبقى انا عملت رواج وانتعاش في البورصه. على الاقل دخل 1000 شركه جداد. يبقى المنتجات اللي انت بتعرضها كتيره. يبقى عملت حركه، يبقى الدوله خدت جزء من الاموال بتاعتها. ده واحد. عند التهرب الضريبي موجود. هدي لحضرتك معلومه، المهن الحره على مستوى الدوله. ايه هي المهن الحره؟ جميع الاطباء، المهندسين، المحامين، المحاسبين، الفنانين كلهم، المدرسين كلهم، كل دولت بيجيبوا للدولة 400 مليون جنيه في السنة. الرقم السليم اللي يجيبوه لا يقل عن 15 مليار جنيه بأي حال من الأحوال. يبقى أنا عندي تهرب ضريبي هنا موجود. ولا غلط؟ صح. أقدر ألمه وأقول لحضرتك إزاي. عندي حاجة تانية، اقتصاد سري في الدولة اللي هو يسموها مصانع بير السلم والناس السريحة وضريبة المرتبات اللي عند الناس وخلافه. الاقتصاد السري ده حجمه من 1.2 تريليون ل 1300 مليار، يعني 1.3. نقول 1200 مليار، نقول 1000 مليار فقط لا غير. نحط الشريحة الأولى اللي هي 10%، لو أنا دخلت ده يبقى أنت بتتكلم في 100 مليار جنيه تقدر الدولة تجيبها. نقول لا والله احنا الناس اللي جم دولت لانهم تعبانين لسه وما خدش انه يعمل، ندخله شريحه متوسطه 5% بس. مش كده؟ ادي 50 مليار جنيه تجيبهم كل سنه الصبح. مصر فيها 6 مليون بائع متجول اللي هم موجودين في الشوارع. ايه اللي رئيس الوزراء بيجري وراهم ووزير الداخليه بيجري وراهم ويجري النهارده وهو يمشي الناس تفرق تاني. مش كده؟ لو انا اوجدت اماكن للناس دي موجوده فيها، مش هيجي يأجر المكان. مش هعمل بطاقه ضريبيه ليه؟ ادي 6 مليون بطاقه ضريبيه دخلوا الصبح. مش كده برضه؟ طيب لو كل واحد هيشغل عامل واحد بس، يعني هو واقف يبيع والولا واقف بره ينادي على البضاعه، في حاجه ثانيه؟ لا. ادي 12 مليون ملف تامين الصبحيه دخل. صح؟ يبقى انا اقدر احل. السؤال بقى، الفكر موجود، عندي المقدره والرغبه في الحل، يسأر انه هو ده الكلام. يبقى انا اقدر ازود الايرادات بتاعتي. ادي لحضرتك حاجه ثانيه، مصر فيها وفقا للاحصائيه من الجمارك 5.5 مليون توك توك بيمشوا في البلد. نقول 5 مليون توك توك. صح؟ لو انا رخصت الواحد بس ال5 مليون، حضرتك رخصتهم الواحد ب 100 جنيه، هاخد منه 100 جنيه وادي له رقم لكل واحده، مثلا مجلس مدينه طلخه واحد، مجلس مدينه امبابه واحد، اي حاجه. تمام. مش كده؟ 100 جنيه في ال5 مليون حضرتك يبقى قد ايه؟ 500 مليون، يعني نص مليار جنيه. اخد منه كل يوم جنيه، يقوم منهم يدفع لي 8 زبون واحد عنده. يعني بيركب 20 زبون، انا ليا 8 زبون بجنيه عنده. مش كده؟ ادي 5 مليون جنيه كل يوم، يعني 1.5 مليار في السنه على الاقل. ما دي برضه كل الامثله دي محتاجه آلية جديده. ايه هي الآلية دي؟ الآلية بقى، الضوابط بقى اللي بتحكم الموضوع ده وتفعيل دور الرقابه بشكل امثل. حضرتك تعرف كم الفساد؟ يمكن قبل طبعا يعني خلال الفاصل كنا بندردش مع بعض، الدوله للاسف فيها كميه فساد كبيره. القوانين جداً. بقى هنا تتعمل تعلو ولا يعلى عليها. يعني هدي لحضرتك مثل واحد بس. عندنا أعمدة الكهرباء اللي في الشوارع، أعمدة النور اللي في الشارع، سيبك بقى من إنها بتتولع الصبح وتطفي بالليل، ده كلام ماشي. أعمدة النور بإعلانات الأول دور اللي موجودة باللي بيتسرق من البياعين السريحة من النور دولت، يمثل من 22 ل 25% من حجم الكهرباء اللي هي الدولة بتنتجها. تمام. طب أنا عاوز أخلص الليلة دي، هطفي الأعمدة كلها؟ لا طبعا. الحرمية هتزيد. هطفي الإعلانات؟ ما أقدرش أعمل كده. أقول له نحولها للطاقة الشمسية. هيقول طب عاوزين فلوس يا صلاح، أنت بتقول كلام فارغ. نقول له يا بيه ما هنديك الفلوس وأنت قاعد من غير ما الدولة تطلع مليم. لو جينا على كل شارع كل مجموعة أعمدة 1000 عمود لشركة من شركات الإعلانات لمدة 5 سنين مجانا. أدي يا عم الأعمدة دي تعلق عليها وش وضهر 5 سنين مجانا. تحولها لي خلال 45 يوم للعمل بالطاقة الشمسية. هتقول طب انا اعملها؟ لا، ده انا هجيب لك شركه متخصصه اللي هي شركه القوات المسلحه بتاعه البصريات، شركه منضبطه عندها الكلام ده، شغاله فيه، عامله في القوات المسلحه الليله دي. مش انا وفرت كده 22% من الطاقه المهدره؟ اكيد. مش كده برضه؟ صح. مش يبقى انا كاني وكابوس الطاقه الكهربائيه ده يتحل في ثانيه.
يبقى انا النهارده دخلت كاني بنيت 6 محطات جداد. طيب مصر فيها 43,000 مدرسه، مش كده؟ لو انا عملتهم بالطاقه الشمسيه الصبح مش انا وفرت برضه؟ طب مصر فيها 3.5 مليون سخان، يا كهرباء يا غاز، لو انا عملتهم بخليه شمسيه عليه الصبحيه مش انا وفرت كده برضه؟ ده احنا ممكن بعد كده يبقى عندنا كهرباء فايضه اصلا. هو ده الكلام، هو ده الفكر الجديد اللي نقول عليه. طيب الكلام الجميل اللي حضرتك طرحته دلوقتي يا دكتور يتعمل امتى؟ دي نقطة. النقطة الثانية، هل ممكن نشوفه في الموازنة الجديدة بعد ما رفض الرئيس الموازنة؟ ما هو اكيد بقى وزير المالية ياخد الاقتراحات اللي الناس كلها بتقولها صلاح وخلافه يحطها. هل حضرتك قدمت اقتراحات يا فندم لوزير المالية؟ طبعا. كان رد فعله ايه طبعا؟ قالوا لا هناخد بيه، يعني هدي لحضرتك حاجة تانية، كيلو اللبن اللي بيتباع ب 10 11 جنيه في الكرتونة دي، مش كده؟ تمام. كيلو اللبن دوت اولا صافي الربح، هامش الربح بتاعه عالي. هل تعلم ان الكرتونه بس لوحدها دي ثمنها 285 قرش؟ طب المصنع بيشتري كيلو اللبن من الفلاح اللي هو 8 بونت اللي هو اعلى حاجه يوم ما يتجاوز او يبقى 160 قرش. 160 قرش. اجيب حاجه ب 10 جنيه وب 8 جنيه. طبعا هامش ربح، ما انا قلت لك هامش ربح. طيب السؤال اللي يطرح نفسه تاني، ليه علاج؟ لو طلعت قانون كده رفيع كده 4 5 كلمات، 30% من انتاج مصانع الالبان والمياه الغازيه والعصائر يتعمل ازايز تروح وترجع زي مصر الالبان القديمه. كيلو اللبن لا يتجاوز باي وهامش ربح 25%. كيلو اللبن لا يتجاوز باي حال من الاحوال 4 جنيه و80 قرش، نقول 5 جنيه. يبقى الراجل اللي كان بيجيب كيلو واحد كده وفرت 3 جنيه او 4 جنيه. يبقى الراجل اللي كان بيجيب كيلو ب 10 11 هيجيب 2 كيلو. صح مش كده؟ يبقى العيل اللي كان بيشرب هيشرب بقين لبن، يقوم وشه يورط كده ويبقى الدنيا ماشيه. تمام. دي محتاجه عبقريه. ما انا بس ده الكلام اللي بقوله ده محتاج عبقريه. هي محتاجه تطبيق، يعني طيب. تطبيق حكيم. لو انا النهارده مسكت المسابك كلها، اماين الطوب، السفارات كلها، الفنادق كلها، القرى السياحيه كلها، دخلت لها الغاز الطبيعي الصبح، لان مصر دوله تنتج الغاز ولا تنتج البوتاجاز، ابقى انا وفرت 25 مليار جنيه. طب هندخل الكلام ده ازاي؟ نقول له ده احنا عندنا مصاريف على الدوله وخلاف، عندنا شركتين اللي بيدخلوا. نقول له يا بيه مصر 25 26 محافظه، مش كده؟ كل محافظه 4 شركات مقاولات، الناس قاعده مرنخه ما فيش عمل، مش كده؟ 104 شركه، 104 شركه الصبح يدخلوا لي الكلام ده الاول لدول. الليله دي تتكلف 3 مليار جنيه، ما انا هوفر كل سنه من دعم البوتاجاز 25 مليار. التوصيله بتيجي لحد حضرتك في البيت الغاز على حساب سعادتك ولا على حساب الدوله؟ على حساب حضرتك، مش كده؟ طب انت حضرتك ما معكش، هنقسط لك، يبقى بنك ياخد يدفع 3 مليار جنيه للناس، يقسط الكلام ده يردهم 4 مليار، ويبقى الدوله وفرت كل سنه 25 مليار. طيب في ظل بقى الحلول الحكيمه اللي حضرتك طرحتها دي، لو تصورنا مع بعض كده الميزانيه الجديده للدوله بالحلول اللي حضرتك طرحتها دي، عجز الموازنه لن يزيد عن 6%. 6%. طبعا. طيب العجز ده اعتقد حتى اذا كان 13.8 يعني قرب ال 14 هتنزله 6. انا بقول لك الامثل من 3 ل 4%. العجز 6% في حال تطبيق الحلول اللي حضرتك قلتها دي. طبعا. طب انا شايف ان العجز 6% دي قليله جدا طبعا مقارنه طبعا بباقي العجز. طيب امتى ممكن نحصل على موازنه زي ما حضرتك ذكرت تكون الموازنه حميده، اذا كان هناك فائض او تكون نفس الايرادات زي المصروفات؟ لو اشتغلنا بفكر غير تقليدي للمشاكل، انت خلال 3 سنوات 36 شهر هيصبح عند مصر احتياطي نقد ويصبح عندها فائض. يعني انا اقدر اعمل اكتفاء ذاتي من الرز، اقدر اعمل اكتفاء ذاتي من القمح الصبح. هدي لحضرتك سريعا كده قصه القمح. القمح فيه 22% بيروحوا نتاج التخزين الخاطئ اللي موجود. والله الشون مفتوحه، الشون فيها عصافير بتنزل وكلاب ميته وقطط وكلام فارغ. ماشي؟ كويس قوي. لو انا عملت 50 صومعه، الصومعه 50 مليون ادي 2 مليار ونص، البنك الفلاني يدفع لنا ال 2 مليار ونص. بالمناسبه دوله الامارات متبرعه ب 25 صومعه تعملهم مجانا، ودوله السعوديه ب 25. السؤال، انا خصصت الاراضي؟ ما هو لا يمكن بقى بتاع امير الامارات هيجي يعمل الصومعه على ايديه كده ويجيبها لنا، مش لازم اجيب له حته ارض. صح. انا ما خصصتش الاراضي. لو انا عملت دي انت وفرت 22% من قيمه الفاقد اللي موجود. مراكز البحوث الزراعيه اللي هنا وانا اعلم تماما عندها لتحسين
البذره اللي موجوده ديت وازود الناتج القمح من الفدان راسي موجود، انا وفرت 25% تاني. يبقى ال7.5 مليون طن اللي مصر بتستوردهم، مصر كلها بتستهلك 15 مليون. لو زرعت 7 بتستورد 8، لو زرعت 8 بتستورد 7. مش كده؟ ابقى انا خلال 3 سنوات انتهينا وزرعنا الليله دي. هدي لحضرتك حاجه تاني. احنا عندنا لتوشكا ليه ما اتزرعتش لحد النهارده؟ الجو حر والناس مش عاوزه تروح وما فيش ميه واي كلام من ده. نقول له ماشي، مصر بتستورد دخان، خلينا منطقيين. مصر بتستورد دخان تشرب بيه بتاع كده في دماغتها وتحرقه وترميه 6 ل 7 مليار جنيه مصري، يعني مليار دولار سنويا. انا بستورده، طبعا بستورده من دول افريقيه جوها نفس جونا طب ما في توشكا خد لحضرتك 100,000 فدان ازرعهم دخان. يقول لك لا اصل حرام مثلا. طب ما انت بتستورده يا استاذ. ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني هو حرام لو انت حطيت لك كوبايه هنا، وحلال لو انت حطيتها لي هنا وانا مسكتها؟ ايه الكلام ده؟ مفيش منطق، ضد المنطق، مش كده؟ صح. بالمناسبه زراعه الدخان وزراعه القطن اللي دخلهم محمد علي 1813 جوه مصر هنا، وهو واليوسف افندي معاهم. تمام؟ يبقى انت وفرت، ما وفر من الموازنه مليار دولار. انا غصب عن، ما تخيل الدوله الصبحيه طلعت قالت ما فيش سجاير هنبيعها للناس. ده الناس تقدر تقول لها ما فيش عيش انما السجاير ده دماغتهم خرمانه. صح؟ مش كده برضو؟ طب ما انا هزرعها لهم هنا خلاص نفس الكلام وابقى عملت ده. انا عندي في مصر هدي لحضرتك حاجه، وبمناسبه بقى ان انا عندكم في وزاره الزراعه هنا في حاجه كويسه قوي. في اداره عندكم هنا اسمها اداره التشجير، فيها فوق ال 58,000 موظف وموظفه موجودين، كانوا متعينين بعقود كذا وبتاع اللي هو ابو 50 و100 جنيه والروايات دي. مش كده؟ الناس دي ما بتشتغلش حاجه وعاوزين يزودوا اجورهم ورافعين. نقول له تعالى يا عم، مصر فيها 4.5 مليون مركبه، يعني ايه عربيه وسياره واتوبيس وكلام من دول ماشيين. المركبه الواحده بتحتاج 12 شجره موجودين علشان تقدر تاخد العادم بتاع ثاني اكسيد الكربون. يعني انا محتاج زراعه قد ايه يا فندم؟ 50 مليون شجر. اقل من كده في حاجه؟ 50 مليون شجر. نقول من ال 58 مليون ناخد 50,000 واحد، يبقى كل واحد يزرع له 1000 شجره خلال السنه. خلال السنه نقسمهم على 200 يوم، يبقى سعادتك كل يوم يقوم من النوم يضرب لي 5 شجرات في دول. مش انا كده، او 10 شجرات لو عملتهم يبقى عندي نهايه السنه 100 مليون شجره ونخله موجودين. مش كده؟ بس لما اجي ازرعهم حضرتك بقى، ازرع الجطروفه يبقى استفدت بمياه الصرف الصحي اللي بتترمي. مش كده؟ ازرع الههوبه يبقى انا استفدت بالخشب بدل ما استورد من بره. والناس دي اشتغلت، وبدل ما بياخد له 40 50 60 جنيه لا هدي له 500 و600 و700. والناس دي اشتغلت بدل ما قاعدين عاملين لي مشاكل. والله غلط. يبقى الدنيا كلها بدل ما يشكلوا عبء على الوزاره بالعكس بقى دلوقتي منتجين. يبقى انا طلعت هنا من الجطروفه، طلعت وقود حي وموجود اقدر استخدمه، طلعت اشجار موجوده، شغلت الناس اللي موجوده. بالمناسبه ربنا لما خلق الخلق ده الكون بيعمل حاجه عايشه على حاجه. التوت يعيش على مياه الصرف الصحي. لو جيت على جميع المصارف اللي موجوده وخليت برضو بتوع الاشجار والناس اللي موجودين وخلافه يزرع شجر توت، هتاخد التوت ده حضرتك يا عصير يا مربى ووزعه مجانا للناس. ايه راي حضرتك؟ في حاجه احسن من كده؟ لا طبعا. انا يهمني من التوت ورق التوت اللي موجود علشان دوت الأز. صناعه الحرير على مستوى العالم 25 مليار دولار. الصين بتحتكر 75% منه. بس الصين حاليا بتتخلى عن الصناعه لان اجر العمال عندها ارتفع. انا مفروض الجو بتاعي يجيبه. مش كده؟ والمناخ بتاعي والصرف وعند الصحي العمال تمام. يبقى لو انا دخلت في الليله دي عملت لي 10 12 مليار دولار سنويا لصناعه الحرير، انا شغلت ناس لان دي صناعات كثيفه استخدام العماله. ليه؟ بجيب دوت الأز احطها في طشت كده كبير في ميه سخنه، يتحطوا خشبه فيها شويه مسامير، ادور يطلع، يعني دي كثيفه استخدام العماله. الرؤيه اللي حضرتك بتطرحها دي يعني من وجهه نظرك، يعني من خبرتك، ممكن تحتاج قد ايه وقت؟ بعد قد ايه ممكن يتم تطبيقها؟ لو ابتديت من النهارده، لو ابتديت من النهارده كمان 3 شهور هتشوف البشاير. 3 شهور تشوف لو تم تطبيق الرؤيه اللي حضرتك ذكرتها دي في كل القطاعات على مستوى الدوله، ممكن نحصل على البشائر بتاعتها خلال 3 شهور بالظبط كده. طيب معلش سريعا كده يا دكتور، عايز حضرتك تضع لي ميزانيه عامه للدوله بالرؤيه اللي حضرتك قلتها. الميزانيه اللي ممكن تحتاجها مصر في التوقيت ده قد ايه، بما يحقق عداله اجتماعيه، بما يحقق اجور تلائم وتناسب المواطن المصري، ما تجيش طبعا على المواطن البسيط، وايضا ما تظلمش حد سواء صاحب المصنع او صاحب الشركه، وايضا العاملين بهذه المصانع او هذه الشركات. يعني موازنه عامه تليق بمكانه الدوله
الدوله تليق بمكانه المواطن المصري وما تزعلش اي حد فينا زي ما بيقولوا كده بالعاميه. انا لازم ازود الايرادات بتاعتي. انا عندي ايرادات من الضرايب بدل ما 356 اقدر اوصلهم على الاقل تريليون جنيه، والناس مبسوطه لان انا بوسع. انا مش عاوز ازود الضرايب. يعني في ناس تقول لك ايه الضريبه دي زود السعر. يا عم ما الراجل ده بيدفع، ما تعمليش زي المشايخ. يجي الراجل اللي رايح الجامع كل جمعه يصلي يقول له ما بيصليش هيخش. يا عم ما انا جيت لك اهو الكلام ده قوله الراجل اللي قاعد على القهوه. صح. الراجل اللي جالي ودفع ضريبه دخل. شوف بقى اللي ما دفعش للميل اللي من بره. اسمها توسيع المجال الضريبي او توسيع النطاق الضريبي اللي موجود او توسيع الحقل الضريبي اللي موجود. يعني اللي بيدفع ضريبه ما زودهاش، اخد الناس الثانيه اللي ما دفعتش. ده حلو. ده يحتاج طبعا جهد شويه في حصر الكميه دي اللي ما بتدفعش بالظبط كده. واعمل حاجه اللي هي الكترونيه. ممنوع واحد ياخد مرتبه من الدوله، من الحكومه، القطاع العام، قطاع الاعمال، وحدات محليه، قطاع خاص، قطاع استثماري، ياخد مرتبه في ظرف كده ويعدي. سيادتك بالفيزا كارت ابقى انا عرفت على طول سعادتك داخل لك كام. نعمل برنامج كده للمرتبات والاجور اكتر من 42,000 ينزل الزياده يخش على خزانه الدوله. الكلام ده بالمناسبه يعني ايه سهل، زي ما اقول لحضرتك خد التليفون والنبي نزل لي الاسامي عليه، تيك 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 شكرا الدنيا خلصت. وهكذا. ابتدي النهارده ممنوع تصدير اي مواد خام. ابتدي اعمل ان انا لازم على الاقل 7 محافظات عندي يكونوا جداد. شرق العوينات تكون محافظه، النوبه تكون محافظه، حلايب وشلاتين محافظه، سيوه محافظه، وسط سيناء محافظه، العلمين محافظه، وادي النطور محافظه. 7 محافظات دول تعمل خطه خلال 36 شهر انقل لهم 12 مليون بني ادم موجودين. يبقى خففت من هنا. انا باجي اقول ايه هعمل مترو الانفاق من العتبه مش عارف لعابدين علشان نعمل ايه 4 مليار جنيه. كلام محترم وفاخر. طب وبكره لما الناس تزيد ال 4 مليار جنيه دول تكلفه الشقه حيطان وطوب وبياض 40,000 جنيه مش كده؟ يبقى يعملوا لي 100,000 وحده مش كده برضه؟ سعادتك لو انا النهارده الارض اديتها الحكومه مجانا ادي 4,000 واحد او منقل ناس اقدر انقلهم موجودين هناك، الشقه تبقى ايجار في حدود ال 100 متر ب 100 جنيه. يبقى انا لازم اشجع الراجل انه يروح هناك. انما انا جايبه هنا، انا قاعد هنا في الدقي 24 قيراط واقول له روح انت حلايب وشلاتين وشوف لك شقه ب 200,000 جنيه ومرتبك 6 ساغ وربع. ايه يا عم الكلام ده؟ صعب. ما هو ضد المنطق. ايه الكلام الفارغ ده؟ لو اتكلمنا بقى بالجزئيه الخاصه بتقلص يعني الرقعه الزراعيه وازاي ممكن بنطاق اقتصادي يتم التوسع في الارض الزراعيه مع استصلاح الصحراء ايضا بما لا يرهق الموازنه العامه للدوله. طيب. رؤيه حضرتك في الموضوع ده ازاي؟ باختصار الناس بتبني 3 حاجات موجودين، يا بيبني على ارض بتاعت الدوله اساسا من بابه كده ياخد ارض الدوله اللي هي العشوائيات، يا بيبني على ارض زراعيه، يا بيخالف بانه واخد رخصه 3 ادوار يطلع 600 دور. صح. في حاجه ثانيه؟ ما فيش حاجه ثانيه. نمسك الراجل اللي واخد على ارض الدوله مجانا كده وبنى عليها. تعالى يا عم الارض دي بتاعت الدوله، هيتاخد منك المبنى شئت ام ابيت. كلام مفصلي. تمام. هيقول انا هقوم عامل شويه عقود لصلاح وعلي ومحمد، ما احنا برضه ناصحين. ويجي الراجل ويقف تحت واحنا عاوزين نقول له تعالى كويس قوي سعادتك اشتريت المبنى دي، ده كلام محترم. شريته من الراجل معاك عقد اوريه العقد، الراجل هيكتب له عقد يقول له تعالى كويس. بتشتغل ايه سعادتك؟ والله انا راجل نجار. بكام العقد ده؟ ب 2 جنيه. طب ده هي قيمه الشقه 200,000 جنيه، لازم اجيب مش كده؟ يبقى سيادتك جبت ال 200,000 جنيه منين؟ ليك ايراداتك وماله بطاقه ضريبيه عندك، يبقى انا هطلعك من عندي وتاخد الشقه، بس الاوضه اللي جنبي تخش سيادتك على الكسب غير المشروع وعلى التهرب الضريبي. يحاسبوك ويشوفوا الليله دي ايه. هيجي يقول لي يا باشا الراجل ده اداني 200 جنيه في جيبي وقال لي انزل هيص ولا غلط؟ يبقى ناخد كلام منطقي. هو ده القانون. نيجي اللي على الارض الزراعيه شقه مأبه لازم المبنى يتهد علشان ما يبقاش هو الجريمه بيكسبها. بس في نفس الوقت يا دكتور ما انا هقول لحضرتك في نفس الوقت الراجل ما احنا عندنا ارض. الراجل اللي جه بنى الفلاح ده ما اولاده كبروا وما فيش، لازم يكون عندي ظهير صحراوي. اللي بقول لحضرتك اللي انا نعمل ال7 محافظات لازم يكون عندي ظهير صحراوي احل له المشكله الاول. يعني الباعة الجائلين قاعد بطاردهم، لا يوجد له مكان ولو اتوجد فيه ويأجر المتر ب5 جنيه مثلا 10 متر بيوجدوا لهم احيانا مكان وبيرجعوا في نفس المكان اللي هو الاولاني. لو رجع يتحبس بس، انما انا الاول مش جايب له مكان واقول له لا انا هطردك. طب ما فيش سيادتك حاطط لي جميع الوزارات في وسط البلد ومفيش جراشات في وسط البلد ومفيش مواصلات حلوه كويسه، لو دخلت بالبدله هطلع بالفانيلا الداخليه ضد المنطق. وما تركنش العربيه مفيش وقت، لا لازم اركنها ولازم ادي امين الشرطه فلوس علشان خاطر ما ياخدنيش مخالفه. يبقى انت لازم القانون يساعدني. كده بشجع الفساد طبعا مش بعلم بالظبط.
الرؤية بقى بتاعت حضرتك في المستقبل، ممكن فعلا مصر قادرة ومؤهلة أن تطبق الرؤية الاقتصادية اللي حضرتك ذكرتها دي، اللي ممكن تعالج الموازنة العامة بشكل كبير جدا، وفي حال تطبيقها بشكل كبير ممكن ازاي يعم الخير على المواطن المصري ويعم الخير على الاقتصاد المصري اللي احنا في امس الحاجة دلوقتي للنهوض بالاقتصاد؟ مصر مؤهلة خلال 36 شهر لو مشت بأفكار غير تقليدية مصر تكون على الأقل ماليزيا. الموازنة العامة الجديدة اللي ممكن يعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ممكن تكون امتى؟ هو او ايه اهم لما البنود اللي يجب ان تتضمنها اهم البنود هيزود له الايرادات ويقلل الانفاقات اللي موجوده ملهاش لازمه. دي مهمه قوي، اصل ما ينفعش ان انا في انفاقات ملهاش اي لازمه موجوده. يعني في بند في الانفاقات مثلا ان انا بعمل اعلانات ودعايه واعلان وهدايا والكلام من ده ضد المنطق. بند دوت ان انا قيمه المرتبات والاجور في الانفاقات لازم اعمل الحد الاقصى اللي هو ال 42,000 والحد الادنى ال 1200، يقوم يوفر لي جزء كبير منه. عندي في الموازنه العامه للدوله عندي المستشارين اللي فوق سن ال60، عندي الصناديق الخاصه اللي لازم تتضم للموازنه العامه للدوله. ما ينفعش يبقى في صناديق خاصه، ما ينفعش يبقى في موازنه بره الموازنه. الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول خطاب ليه قال ايه سعادتك؟ قال لك لا يوجد دوله موازيه ليا. يعني الدوله الموازيه او القول اتلغت، مش كده؟ نفس الكلام نطبقه على الموازنه. ما ينفعش يبقى في موازنه حكومه موجوده وفي موازنه ثاني موازيه ليه، ضد المنطق. طيب سؤال خاص بالنسبه للاعلام المصري، هل تحويله من وزاره لهيئه مستقله ده ممكن يساهم شويه في حل النفقات او ترشيد النفقات بصفه عامه؟ طيب انا هقول لحضرتك، ما هو الاعلام عندنا اللي هو مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي هو الكلكعه الكبيره، ودي بالمناسبه اتكلم عليها المشير السيسي لما كان مترشح في البرنامج بتاعه. احنا عندنا فوق ال 44,200 موظف موجودين في مبنى الاذاعه والتلفزيون فقط. انا ما اقدرش امشيهم، ضد القانون وضد المنطق وضد الانسانيه. اللي بيشتغلوا فيهم او اللي محتاجه الدوله محتاجاه كله فيهم فنيين ومذيعين ومذيعات ومعدين لا يتجاوز ال 5-6,000، نقول 7,000 واحد. فانا عندي شيله تقيله. نمسك قطاع تعالى يا عم. قطاع الامن فيه حوالي 6,000 واحد. اللي المفروض يشتغل كام؟ 1000. نقول له كويس. ال 5,000 يبقى الدوله تعمل شركه للامن. انا الجامعات موجوده عاوزه ناس بتوع امن، فرد امن موجود، لان الدوله بتبعت لها العساكر وممنوع يخشوا وفقا للقانون. مش كده؟ الناس دي مش عساكر بس مدربين امن على اعلى حرفيه. بدل ما اروح اجر ناس من الشارع واقفين دايخين، يبقى دولت بتوع امن حتى واتدربوا ولا غلط؟ يبقى شغلهم في هذا المجال اللي موجود وياخدوا مرتباتهم بنفس الدرجات وخلافه. يبقى انا وزعت العبء اللي نزل ده ولا غلط؟ اجي تاني عندي مجموعه موجوده من السعاه والمعاونين والخدمات، خدش اي دوره ميه بما فيها دوره ميه السيد الوزير في وزاره في مبنى الاذاعه والتلفزيون، دوره ميه تأنف ان انت تمشي قبلها ب6 متر. مش كده؟ ليه لما بخش بنك قطاع خاص ولا شركه قطاع خاص الاقيه بيلمع وبيبرق ودورات الميه كده انام فيها؟ ليه؟ لان الناس بتشتغل هناك بجد لانه بياخد فلوس. لو انا خدت دولت مع مجموعه الناس اللي موجودين في وزارات اخرى في نفس المؤهل، عملت شركه بين الحكومه وبين القطاع الخاص، انا كوزاره الاعلام هروح اجر ناس من الشركه يجوا يغسلوا لي دورات الميه ويعملوا. مش كده؟ لو ما عملش بلغ عقد الشركه يبقى بتاع القطاع الخاص هيمشي الناس ولا غلط؟ طب يبقى الناس أنا اللي عندي شغال، ما انا بقول لك هم يروحوا في الشركه انا مشارك فيها. انا يبقى انا حتى خليته يوجد مكان للشغل. انت تخش الدور الاولاني في اتحاد الاذاعه والتلفزيون موجوده دفاتر وادابير من سنه 1. مش كده؟ طب انا النهارده الناس شغاله بفلاشه. عندي المجموعه اللي موجوده ديت فوق ال 10-15 الف بني ادم، خلال 6 اشهر الكلام ده يتحول للعمل بالكمبيوتر اللي موجود. لما يجي انا النهارده 3 عمارات قبل التلفزيون و3 عمارات بعديه، تتاجر الشقه فيه في الشهر من 12 ل15 الف دولار عشان في شباك فيه سلخه على النيل، وانا عندي على النيل اقوم حاطط دورات الميه ومكاتب موظفين وعامل الاستوديوهات جوه وراسم بانر على النيل. طب ما انا هات يا عم الدور الخامس اعملوا مجموعه من الاستوديوهات، اجر الاستوديوهات دي للناس اللي جايين جنبك. مش كده برضه؟ يبقى تقدر تمشي الناس. بس لو اللي عاوز يشتغل، بدل ما الاستاذه الوزيره كانت قاعده عامله قوائم للممنوعين يطلعوا وقاعده تعمل اعلان، يعني يشغل الناس والدنيا تمشي. طيب سؤال يمكن جاي من متابعينا على الفيسبوك وبرنامج اللون الاخضر، بيقولوا البند اللي هو طبعا حضرتك تعلم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اتبرع بنص راتبه ورئيس مجلس الوزراء وبعض رجال الاعمال الشرفاء اتبرعوا للدوله، هل ده ممكن يساهم ازاي في الموازنه العامه؟ وهل لو ساهم ينطبق تحت بند الدعم ام بند الضرائب او بند ايه بالظبط؟
انا من انصار الاتي اللي هقوله لحضرتك. المشير عبد الفتاح السيسي ادى رسالتين في الكلام ده. واحد، ان مرتبه ال 42,000 اتبرع بنصه، قال ده كتير عليا. ده معناها لا يستطيع واحد تبقى راسه اكبر من راس رئيس الدوله. ده اكبر فرد في الدوله، مش كده؟ ما ينفعش واحد ياخد لي 200 و300 الف ونص مليون ومليون. طب القطاع الخاص؟ لا، القطاع الخاص ياخد اللي هو عاوزه يا رب 6 طن فلوس في الساعه. ده انا اللي بدفع له. طيب. انا بتكلم على الحكومه والقطاع العام وقطاع الاعمال والوحدات المحليه. سؤال معلش قبل ما تكمل الجزئيه دي يا دكتور. اتفضل. معلش، هل ده ممكن يخلي بعض المواطنين ينفروا من العمل في القطاع العام، يخلوهم يروحوا يلجأوا للقطاع الخاص؟ ده السؤال فاخر. ربنا يخليك. نقول له ايه حضرتك بقى؟ الدوله قلت لحضرتك 6.5 مليون موظف عماله ثابته، مش كده؟ و562 الف عماله مؤقته. اللي يمشي دولاب الدوله لا يتجاوز ال 2 مليون. يبقى الدوله شايله حموله في حدود ال 5 مليون زياده. تمام. في ناس هتقول لك لا ده انا راجل يعني اقوى حاجه، مش كده؟ ما هو انت بتدير ايه سعادتك؟ شركه. عدد الناس اللي في الشركه قد ايه؟ 15,000. تمام. 100,000. 200,000. مليون. ده في راجل بيدير 100 مليون بياخد 42,000. انت مين يا ابني؟ انت مين يا ابني؟ مش كده؟ مش عاجبك، ربنا يوفقك. سلامات، شكرا، اطلع على القطاع الخاص. انا هستفيد حاجتين. واحد نزل من على الحموله خفت، العربيه تجري شويه، مش كده؟ 2، لما يروح القطاع الخاص وياخد 6 طن فلوس، مش انا هاخد ضريبه كسب عمل برضه من ال6 طن دولت؟ بس متشكرين. يعني العمليه طبعا كده تبادل مصالح. ده بيهدد. زي في زوجه عاوزه تعكنن على جوزها، كل شويه لا اسيب البيت وامشي. يا عم انت ليك حد، انت قاعده تستهنم هنا. كلام كده فعلا. الرساله الثانيه لما قال اتبرع بنص ممتلكاتي، انا مش هطالب رجال اعمال يتبرعوا بنص ممتلكاتهم، بس اقول له ايه؟ تعالى يا عم، انت عليك مسؤوليه اجتماعيه لرجل الاعمال ده. انت بتشغل ورديه واحده، تشغل لي ورديتين، يبقى وظفت ناس. شغل عنبر، تشغل 2. انت بتاخد هامش ربح بقى 200 و300%. لا، اتبرع بالربح الزياده الفاحش اللي موجود، وخلي هامش الربح بتاعك 30%. ده ممكن يكون الزاما ولا ممكن يكون بالتراضي؟ ما هو لو ما عملش بقى الزاما، لو ما عملش بالتراضي يبقى الزاما. يعني اقول لحضرتك الزاما ده ممكن ما يخلي بعض رجال الاعمال ان هم يعني لا، مش، ما هو في حاجه. بص بيه، انا عندي النهارده 28 منطقه صناعيه في جمهوريه مصر العربيه. جميل. رجال اعمال كل منطقه صناعيه يقوم الحكومه تتبرع ب5 فدان ارض فاضيه، تقول لهم يبنوا اكبر صرح طبي موجود، زيه زي اكبر مستشفى في العالم، مش كده؟ يعالج الناس بتوع اهل المدينه دولت والعاملين واولادهم وخلافه. يبقى انت خلال سنه 28 مستشفى جداد دخلوا الخدمه، مش كده؟ صح. يجي ناس تانيين، طب الناس اتبرعت وتمام، ناس تانيين عندي مجموعه من المستشفيات ااهلها الصبحيه لاستقبال الناس ديت تبقى موجوده. انت جاي تتبرع، ولازم يبقى ده الفكر موجود. اللي هيتبرع زي ما قلنا الكتاب الاسود يتحط فيه كذا، لا نعمل الكتاب الابيض. الراجل ده ينزل يتعمل مستشفى باسمه، يتحط الجناح باسمه، صح. المدرسه تتعمل باسمه، ولاده ينديله بطاقه ان الراجل ده محترم وفاخر وشهاده زي جايزه نوبل. يعني نديله تكريم معنوي. ما هو فلوس مش هنديله فلوس هو معاه، فنديله تكريم معنوي موجود. دكتور صلاح، شرفتيني وبشكرك جدا على الرؤيه الاقتصاديه الجميله دي. اعتقد لو تم تطبيقها وتم الاقتضاء بالكلام اللي طرحه الدكتور صلاح خلال الساعه اللي احنا استضفناه فيها وشرفنا طبعا بحلوله وبرؤيته المستقبليه لمعالجه الاقتصاد القومي لمصر، دي جزئيه، وايضا لمعالجه النقص الشديد، النقص الذي يوحي بالفزع في الفتره الجايه والعياذ بالله اذا لم يتم البت في اقرب وقت وحل في هذه المشكله. نتمنى يا رب ان شاء الله يكون في حل امثل لمعالجه النقص في الموازنه العامه. دكتور صلاح، نظرا يعني لكثره محبيك، وانا صراحه يعني يمكن انا حاولت ان اكون منصت اكثر من ان اسال، لان عندك رؤيه كبيره جدا، فيا ريت وعدي كده قدام الساده المشاهدين تكون كل شهر كده تشرفنا في حلقه كده في برنامج اللون الاخضر، نطرح رؤيه اقتصاديه تفيدنا وتفيد البلد وايضا نخلي الحلقه الجايه للمتعثرين مع بنك التنميه والائتمان الزراعي المشكله والحل. خلاص، الحلقه الجايه زي ما قال الدكتور صلاح ان شاء الله خاصه بالمتعثرين مع بنك التنميه والائتمان الزراعي. اعتقد موضوع حيوي وموضوع مهم جدا، ومش كل اخواننا الفلاحين والمزارعين. ما فيش للاسف بيت في مصر ما فيهوش فلاح متعثر. اتمنى يا رب ان شاء الله كل المشاكل الخاصه باخواننا الفلاحين وكل المواطنين المصريين يتم حلها في اقرب وقت. في نهايه هذا اللقاء بشكرك جدا الدكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي العالمي. شكرا لك يا دكتور وشرفتني يا فندم.